هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وبصحة وعافية. اليوم جاناكم فيديو جديد، واليوم عندنا أكلة من أحب الأكلات على قلبي اللي هي الدولمة العراقية. أول شي نبدأ بالحشوة. استخدمت تمن بسمتي. أنا بصراحة أفضل تمن عنبر، أحس طعمه يا الدولمة يصير طيب. للأسف يعني ما كان متوفر عندنا، فاستخدمنا بسمتي وضفت المعجون، والمعجون حسب رغبتكم. وهنا جهزنا الفلفل الأخضر والبصل والباذنجان والشجر حتى نحشيهم، والبصل سلكته حتى نقدر نفتحها ونحشيه بسهولة. وبصراحة أنصحكم إذا تقدرون تسلقون باقي الخضرة تسلقوها قبل الحشي. وهنا استخدمت قطية بواقلة، وبعدين جهزنا السليق. بالبداية حطينا العضود بقاع الجدر، وبعدها فرشنا البواقلة. طبعا هاي المرحلة حسب مثل ترتيب البيت، كل وحدة بمكانها المناسب. وهسه بدينا بالحشي. أول شي خلينا البصل حشيناه، يعني بصراحة أنا أحب البصل يكون بقاع الجدر لين يستوي ويرجع يصير يخبل. وهسه نحشي الفلفل الأخضر. طبعا الفلفل الأخضر اللي لقيناه بالسوق كان شوية كبير، ما لقينا صغار، وأنا بصراحة أفضل الفلفل يكون صغير بالدولمة على مود يستوي أسرع ويكون شكله حلو بالحشو. بس الموجود اشتغلنا بيه. وبعدها حشينا الشجر والباذنجان، كل واحدة نحشيها بالحشوة ونرتبها بالجدر، وندير بالنا لا نعبيها زيادة لأن التمن من يستوي يتمدد. وآخر شي وصلنا للسلق، وأفضل يكون السلق ناعم حتى نقدر نلفه ونرتبه بسهولة ويطلع شكله مرتب بالدولمة. وهنا طولت وياكم شوية لأن السلق واحدة يريد له فيديو. وهسه بعد ما خلصنا كل الحشو والترتيب خليناه على النار. بالبداية نخليه على نار هادئة شوية، وبعدين نضيف المي اللي ويا المعجون والدبس الرمان واللامندوزي. وطبعا أنا أحب الدولمة تكون بها حموضة، فزدنا اللامندوزي شوية. وبعدين نحط ماعون بالنص حتى يثبت كل شي وما يتحرك أثناء الطبخ، ونغطي الجدر ونخليه على النار. وهنا الحمد لله استوت الدولمة وكملت ويانا. ما أحكيكم شلون الريحة تخبل. وصبيناها، بس شوفوا لي المنظر شلون يخبل. يعني والله قبل لا أبلها المنظر وحده يقول أنا طيبة. وأنا بصراحة أحب الدولمة ويا الزبادي، الطعام يصير خيال. يعني تجربوها وانتوا حكموا عليها. وهسه بعد ما خلصنا من الدولمة قلنا لازم نسوي شي حلو حتى نختمها صح، فقررنا نسوي كيكة. بالبداية ضفنا السكر والبيض، وبقينا نخبطهم كل الزين لحد ما صار الخليط متجانس. بعدها ضفنا قلاص زيت بالتدريج، مو كله دفعة واحدة، ونبقى نخبط الزين ويا البيض والسكر. وبقيت شوية من الزيت بالقلاص لأن راح نحتاجه بعدين، فلا تخلصوا كله من البداية. وبعدها ضفنا الحليب الباودر ونخبطه كل الزين حتى يختلط ويا المواد. وهسه ضفنا شوية من الزيت اللي خليناه بالقلاص ونرجع نخبط. وبعدين نجي للطحين ونبدأ نضيف شوية شوية ونخبط حتى ما يتكتل ويصير الخليط ناعم. وهسه ضفنا كل الزيت اللي بقى بالقلاص ونخبطه كل الزين. وبعدها نضيف باقي الطحين ونضيف الحليب السائل بالتدريج، مو كل القلاص مرة واحدة لين نريد نتحكم بالقوام. يعني لا تصيرون مستعجلين تفرغون الحليب كله وتقولون ليش صارت الكيكة شوربة. أنا ما علي، قلت لكم على كيفكم شوي شوي تحطون حليب. وبعد ما صار الخليط بالقوام المناسب ضفنا الفانيلا، لأن الفانيلا تعطي ريحة وطعم حلو كلش للكيكة. وبعدين ضفنا البيكنج باودر، ورجعنا نضيف شوية حليب سائل ونخبط كل الزين لحد ما وصلنا للقوام اللي هسه قاعد تشوفونه. وهسه خذنا شوية من عجينة الكيك وحطيناها بكاسة، وضفنا عليها كاكاو بودر، وضفنا شوية حليب سائل، وبقينا نخبطها لحد ما صار عندنا خليط شوكولاتة حلو. وهسه قبل لا نصب العجينة لازم ندهن القالب بالزبدة كل الزين، وهاي الخطوة مهمة حتى الكيكة ما تلتصق بالقالب من تستوي. وهسه بدينا نحط أول طبقة من عجينة الكيكة، وبعدين أخذنا من العجينة اللي سويناها بالكاكاو حطيناها فوقاها، وبقينا نكرر الطبقات، طبقة من العجينة العادية وطبقة من خليط الكاكاو. وهسه دخلناها للفرن وخليتها على حرارة متوسطة مو حرارة قوية حتى تستوي براحتها وما تحترق من الخارج، وتبقى من داخلها بعدها ما مستوية. وبعد ما بلشت تستوي شغلت الفوق حتى تاخذ لون حلو وباقي جمال. والله شوفوا شلون ارتفعت، صارت اسفنجية شكلها يخبل. وهسه خلونا نشوفها من الداخل. قطعناها وباقي شلون الطبقات طالعة ويا كاكاو، يعني جمال مو طبيعي.
شوف القوام من الداخل ايش قد ناعم وسفنجي، وحتى شكل الطبقات يخبل. وشوفوا هنا من قطعتها صارت أحلى وأحلى، يعني من برا حلوة ومن داخل أحلى، وفوق هذا ريحتها تخبل. والحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين، وإن شاء الله تجربوها وتسووها أنتو همين. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة، ودعمكم إلي كل شي يفرحني ويشجعني. وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله، بوصفة جديدة ويوم جديد وسوالف جديدة. أحبكم هواي وألف عافية على قلبكم.